ايه ده ريحه الشعر دي يا ولد؟ روح غيرها حالا. انت استاذنتني عشان تعمل شعرك كده؟ خليك ايه اللي تصيع انت؟ خليك ايه اللي تصيع؟ ايه ده؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه قله الادب دي؟ الناس تقول عليكي ايه في الشارع؟ يلا روحي غيري لبسك ده. ايه يلا البنطلونات المقطعه اللي انت لابسها لي دي؟ ايه القرف ده؟ تفرق ايه انت دلوقتي عن البنات؟ يلا روح غير الكلام ده وياك تجيب حاجه زي دي تاني. اكيد طبعا التصرفات دي غلط. غلط ازاي يا مس مرام؟ يعني اخليه شبه العيال الصيع؟ مش لازم اعلمه من دلوقتي يلبس ايه واللبس الكويس عليه ايه والمحترم عليه ايه؟ والبنت كمان لازم اعلمها لبسها يبقى محترم ومحتشم ازاي؟ طبعا يا فندم بس مش بالطريقه دي. طيب تعالى اقولك في كلمتين على السريع ايه الطريقه اللي توصلي بيها لاولادك وجهه نظرك وينفذوها كمان في السن ده. بس في الاول عملت لنا متابعه وبتشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربيه اولادكم. لو ما عملتوش كده روحوا دلوقتي على الصفحه اعملوا لنا فولو وعلى قناتنا على اليوتيوب عاطف مع ميس مرام علشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي هتساعدكم في تربيه اولادكم. زي ما اتكلمنا عن ان السن ده اسخف سن واصعب سن من 13 و14 و15 سنه لغايه ما يقفلوا ال 18 سنه. تبدا دلوقتي تغيرات كتير ان هم عايزين بقى يقلدوا التسريحه الفلانيه بتاعت الفنان الفلاني واللبس الفلاني بتاع الفنانه الفلانيه. زي كده ما اتكلمنا في حلقه تاثير السينما والتلفزيون على شخصيه الطفل. فطبيعي المثيرات اللي حواليهم في المجتمع ديت عايزين ياخدوا هم كمان منها. بس طريقه صدي ما تبقاش بالشكل ده، تبقى واحده واحده. حلوه يا حبيبي انت في كل حالاتك حلو جدا بس انت عملت حاجه كل الناس عاملاها. ايه رايك لو تعمل التسريحه الفلانيه؟ هتبقى عليك احلى كتير. بس ده ما يمنعش ان التسريحه دي عليك حلوه قوي. المره الجايه اعمل التسريحه التانيه. حبيبتي الهدوم دي عليكي تحفه، انت جسمك جميل وشكلك جميل بس الحاجه الحلوه لازم نخبيها. ما ينفعش كده تبقى باينه لكل حد. ايه رايك هنلبس الموديل ده بس بالطريقه الفلانيه، هنلبس البنطلون ده بس الخامه الفلانيه، هنلبس التيشيرت ده بس يبقى طويل شويه. كل وجهات نظرك وصليها بس بطريقه تخليهم يحبوا ان هم يبقوا كده. مره من المرات وانا عندي 12 سنه كنت على طول بلبس الحاجات القط وبحبها جدا، بس ماما علشان تخليني ملبسش الحاجات القط والبس حاجات نص كم قالت لي لما تلبسي الحاجات اللي بنص كم تبقى عليكي حلوه قوي. الحاجات القط اللي انت بتلبسيها دي بحسك ان انت ماشيه عريانه. لغايه وقتنا هذا انا عندي الفكره دي ان انا لو لبست حاجه قط هبقى كاني ماشيه عريانه. وده مثال بسيط ازاي ممكن حاجه نزرعها بطريقه غير مباشره وباسلوب هيخش للعقل جوه هيتبصم كده ومش هتتغير الفكره بتاعته خالص. فكل حاجه في ايدينا احنا، بس الطريقه والاسلوب هي اللي هتخليهم يا يسمعوا كلامنا يا ينفروا منه. اقابلكم في كلمتين على السريع معلومه جديده على الطريق.